واحده ربنا حرمها من الخلف، سمعت سبوع جارتها فسرحت وقعدت تتخيل انها الام وشايله ابنها وبتقول يا بختها ويا ريتني مكانها. وفي نفس اللحظه تتصل امها بيها وتقول لها عامله ايه يا حبيبتي، قلبي واكلني عليكي، انت كويسه؟ جوزك مزعلك؟ اعملي حسابك انا جبتلك اكله السمك اللي بتحبيها وهنيجي وناكلها سوا انا وانت واخواتك. فتبتسم وتمسح دموعها وتحمد ربنا. في نفس الوقت جارتها شايله ابنها وسط صاحباتها وعيله جوزها، وسرحت في امها وابوها الله يرحمهم، كان نفسهم يشيلوا عيال بنتهم. فتبص في وش ابنها الرضيع وعينيها تدمع وتقول الحمد لله على كل شيء. خليكم عارفين ان كل شخص واخد حقه في الدنيا دي بشكل عادل، فيه اللي واخده مال، وفيه اللي واخده بنون، وفيه اللي واخده صحه، وفيه اللي واخده ام صوتها لسه مبارك البيت، وفيه اللي واخده اب سند ليه في عز محنته، وفيه اللي واخده ابن بار، وفيه اللي واخده زوج حنين او زوجة حنينة، وفيه اللي واخده سعادة وقناعة وراحة البال. احمدوا ربنا على اللي انتم فيه هيزيدكم نعمة. ربنا ما بينساش حد ابدا وليه حكمة في كل حاجة بتحصل لنا، وخلوا عندكم يقين انها بتكون خير لينا مهما كان. واياكوا تبصوا في حياة حد، يمكن انت شايف ان ربنا مديه حاجة معينة بس ما تعرفش ده وراه مسؤوليات ايه او ربنا حرمه من ايه. محدش بياخد كل النعم كامله والله. احمد ربنا على اللي انت فيه عشان يزيدك، وما تبصش في حياه حد ابدا، هتعيش مرتاح والله. الحمد لله على كل شيء دايما وابدا. خلي عندك يقين بالله. ما تنساش بقى تعمل شير ولايك وكومنت حلو لذيذ كده منك، وتوصل الفيديو لغيرك عشان يستفاد زي ما انت استفدت وانا استفدت.